النجاح كلمة كبيرة وتقالت عليه هضرة كثيرة. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا 3 ديال النصائح من النبي صلى الله عليه وسلم اللي غادي يخليوك تنجح إلا طبقتيهم. ونبداو مع أول نصيحة: احرص على ما ينفعك. هنا كتعرف أن ماشي أي حاجة يمكن لك تسميها نجاح. هنا كتعرف أن النجاح عنده علاقة بديك الشيء اللي غينفعك، وتحرص عليه، تقلب عليه وتصبر عليه. ناخدو مثال: الصلاة من الحوايج اللي كنا مطالبين ننجحوا في المحافظة عليها، وهي من الحوايج اللي غادي تنفعنا دين ودنيا. ولكن كنا تزنا أولا كندوزو من مرحلة العجز، وجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، صلي وقطع. فالحل اللي كيخليك تلتزم بالصلاة هو الحرص ديالك عليها. خاصك دير مجهود باش تولي عندك الصلاة عادة ما يمكنش تستغنى عليها. نفس المبدأ غادي تلقاه كيتعاود معاك ملي كتجي تتعلم لغة مثلا. في الاول كتجيك صعيبة وديك الشي بزاف، وكيفاش نقدر نحفظ هاد الشي كامل. ولكن مع الحرص ديالك على التعلم والانضباط ديالك بالخدمة كتلقى راسك من بعد مدة محدودة بديتي تلاحظ النتائج. ركز على الحرص حيت مهم بزاف. النبي صلى الله عليه وسلم كيعطينا سر من أسرار النجاح: الحرص. لا بد من المجهود، لا بد من التمارة. إلا ما صبرتيش ما غتنجحش. والمنفعة، شوف اللي غادي ينفعك بغض النظر واش عندك معاه ولا لا. تقدر تجيك في الاول عادة القراءة ثقيلة عليك وصعيبة، ولكن مع الحرص شتي كيفاش مترابطين هاد الجوج غادي تولي تستمتع بالقراءة، وغادي توصل للنيفو ديال كل ما قريتي كتاب كيزيد يجيك الجوع باش تقرا كتاب آخر. ديك الشيء اللي غادي ينفعك خاصك تبرك على راسك فيه في الاول، ومن بعد غادي يولي مهم بالنسبة ليك. غير جرب. النصيحة الثانية: استعين بالله. إلا عولتي على راسك باش دير شي حاجة بقيتي تماك. انت محتاج اللي يعاونك، محتاج قوة خارجة على القوة ديالك، محتاج مساعدة من نوع آخر، محتاج دفعة للقدام. وما غتلقاش اللي غيقدر يقدم لك هذه المساعدة أحسن من سيدي ربي. الاستعانة بالله العلي العظيم الهادي المعين المتين الرحمن الرحيم، يعني أسماء الله الحسنى كلها احتياجات انت محتاجها. هو المعين اللي غادي يعاونك في المقام الأول. بلا به انت ضعيف، بلا التوفيق ديالو انت تالف وحاير. سيدي ربي كريم، ما يمكنش تكون جربتي تطلب شي حاجه من سيدي ربي وما عطاكش اكثر من اللي كنتي كتوقع. والا ما وقعتش لك غادي توقع لك ان شاء الله، لا بد. فانت محتاج له، انت عبد فقير. انت كتقول لا حول ولا قوه الا بالله. قلنا ان النجاح ما كيجيش بالسهل، خاصك تخدم وتجتهد وتصبر. خاصك دير مجهود ديال بصح. بوحدك صعيب تواكب هذه العمليه وصعيب تطول فيها. هادشي علاش النبي صلى الله عليه وسلم عطانا هذه النصيحه الذهبيه اللي غادي تخلينا هربانين باشواط. عارف انت السباقات ديال المسافات الطويله 5000 و 10000 متر، هذاك اللي كيكون في المقدمه كيكون جايب عليهم الدوره، وصل قبل منهم بدوره. داكشي اللي محتاجين حتى حنا، حيت بصح باش تنجح محتاج للسفل باش تضرب هاد المسافات الطويله وتضرب الدور على الاخرين. هادشي منين غادي تجيبو؟ منين غادي تجيب هاد الشحن؟ منين غادي تشارجي الباتري ديالك؟ هذه هي الاستعانه بالله. وربي ما كيخيبش. واخا تكون متوقع شي نجاح ما عرفت كي داير وما توصلوش، انت في عنايه الله. سيدي ربي العالم عارف شنو غيوقع لك من هنا للقدام، ماشي غير دابا. وهذا النجاح اللي كنت باغي دابا ما غيوصلكش لشي حوايج اخرين جايين في الطريق. وهذا الشيء اللي كيوقع. مئات القصص كتسمعها مره من بزاف ديال الناس كيقول لك الحمد لله اللي ما صدقليش داك الشيء اللي كنت باغي. بل حتى الفشل هو خطوه للنجاح. سيدي ربي كيفيقك بديك الفشل المؤقت اللي كتعلم منه، كتاخذ درس منه للنجاح اللي جاي. فما عندك عليه لاين. انت محتاج لسيدي ربي اكثر من اي واحد واكثر من اي حاجه اخرى. استعين بالله يا صديقي. النصيحه الثالثه: ولا تعجز. علاش كنبداو وما كنكملوش؟ علاش ما كنصبروش؟ علاش كنعياو؟ علاش الاغلبيه ما كيوصلش للهدف ديالو؟ الا تاملتي في راسك قبل ما تشوف اي واحد غادي تلقى الجواب. فوقاش اخر مره قلتي اليوم غادي نبدا نحفظ القران وبديتي؟ فين وصلتي دابا؟ فوقاش اخر مره قلتي غادي نبدا نراجع دروسي بانتظام وما نخليهمش يتراكموا عليا؟ فين وصلتي دابا؟ صافي استسلمتي لعقلك الكسول اللي كيقول لك واحد شي نهار مازال الحال؟ بلاتي عليك، اجي نلعبوا شويه، اجي نتفرجوا شويه. ولا كتبدا تقول انا عييت وهذا الشيء بزاف. صافي ما بقى لي جهد. الحقيقه هي انك كدير شي حاجه غلط الا كنتي بصح كتعيا. يمكن عندك مشكل في الحرص على داك الشيء اللي غادي ينفعك ولا الاستعانه بالله. مثلا ملي كتجي تحفظ ما مشيتيش قلبتي على راسك وشفتي الشرح اللي غادي يسهل عليك الحفاظه، او لا حتى بقات سيمانه الامتحانات عاد نتي تحفظ، او لا كتشد المراجعه بالسوايع بحال راك روبو. احرص على ما ينفعك. قلب على كيفاش تحفظ وتراجع بفعاليه. قلب على التكنيكس اللي غادي تعاونك وتطبقها. واستعن بالله كيف ما فصلنا فيها من قبل.
ولكن في الغالب ماشي هادشي اللي كيوقع. اللي كيوقع هو اننا كنترخاو، كنتكاسلوا، بلا ما نكذبوا على راسنا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لك كن راجل. ما غتنجحش وانت مرخي مع راسك وانت مرتاح شابع راحه ونعاس. لا، محتاج قوه وتحمل مسؤوليه. الفشوش ما غيوصلك فين. دير داكشي اللي خاصو يدار. هي دايره هكا، المعادله هي هادي، خدم بيها ولا خليها. طبعا ماشي ما ترتاحش كاع عاوتاني، ماشي تبقى غير الخدمه. اكيد خاصك ترتاح، انت ماشي آلة. ولكن مشكلتنا حنا ردينا الراحه هي الاصل، هي الروتين ديالنا. وكنجيو في التالي نقولوا ما عرفت مالنا ما درنا والو. شنو كتوقع؟ زعما كنتي كتوقع تنجح؟ تكون عندنا شويه ديال الصراحه مع راسنا. بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. انت عارف راسك شنو كتسوى، وعارف راسك شنو درتي، وعارف راسك شنو خاصك دير. فلا تعجز، نوض خدم على راسك، تحمل مسؤوليه راسك. حتى واحد ما غيجي ويصوفيك الا ما صوفيتيش راسك. حتى واحد ما غيجي ويخدمك الا ما خدمتيش على راسك وطورتي من المهارات والقدرات ديالك. حتى واحد ما غيوقف لك مشروعك على رجليه الا ما تقاتلتيش وصبرتي وعطيتي اللي في جهدك. كتسمع على قصص ديال الناس كانت ما كتخرجش من دارها العام وكثر الا للصلاه، باش قدرت دير مشروع اليوم خدام على امه ديال الناس. النجاح ماشي لعبه، ديرها في بالك. يا اما غادي تزير قنتك وترجل، يا اما سير تلعب ونسى عليك النجاح. انت حر، فلا تعجز. اسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فهادو هما النصائح بثلاثه. احرص على ما ينفعك. غادي ينفعك العلم، حرص عليه. غادي ينفعك التعلم، حرص عليه. غادي تنفعك البيئه اللي غادي تاثر عليك ايجابيا، حرص عليها. وفي المقابل بعد على اللي ما غينفعكش، حيت ما يمكنش تجمع بيناتهم بجوج. اي حاجه ما نافعاش واخا كتعجبك ولا كتعطيك شويه ديال المتعه، خاصك تعطيها اتساع. يكون اللي يكون. تفكر، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله. قرب من سيدي ربي. ما تمشيش للحرب بلا سلاح بلا والو. انت محتاج اللي يعاونك ويوفقك ويوريك اللي صالح من اللي ما صالحش. انت محتاج لسيدي ربي، وسيدي ربي ما غيتخلاش عليك، حاشاه. دير في بالك ان الله عز وجل معاك، ما غيردكش الا طلبتيه، ما غيخليكش بوحدك الا استعنتي بيه. ولا تعجز، كن راجل. دير داكشي اللي خاصو يدار. خدم، تقاتل، صبر. لولا المشقه لساد الجميع. بما انك بغيتي تنجح خاصك تكون واجد للمشقه، خاصك تكون واجد تخلص الثمن ديال النجاح. فلا تعجز، وانت معك الله العلي العظيم اللي قادر على كل شيء. فكيفاش غادي تعجز؟ كيفاش تخلي شي حاجه تحبسك ولا توقفك؟ ثق في سيدي ربي وثق في النصائح ديال النبي صلى الله عليه وسلم. كنتمنى الفيديو يكون مفيد. اللهم انفعنا وانفع بنا، واستعملنا ولا تستبدل بنا.